طيب بس كفايه بقى. كل ليلة بسجل حلقة جديدة. اعتراف على حلقات؟ يعني دي بقت روايه؟ ايوه رواية. يا خبر. طب يا ستي سمعيني الحلقه الاولى، انت مش من مره الحلقات. افتكر التريقة مش مناسبة في موقف زي ده يا حمدي. بس انا ما اقصدش ان انا اتريق، انا مندهش من اعتراف جوزي، وده طبعا دليل على انه راجل مغفل. اتفضلي يا ستي سمعينا بقى، اتفضلي اتفضلي. مين اللي بيعيط؟ انا. يعني الحلقه تبتدي بوصلة عياط. ارجوك تسمع من سكات. الحقيقه معذوره، قولي، قصدي سمعيني صوري. انت يعني عاوز اعترف لك في كل مرة اني بحبك؟ انت غاوية اعترافات يا ستي. انا بحبك مجنون بحبك، مفتون بحسنك، مغرم صبابك. عاوزة ايه اكتر من كده يا حياتي؟ يا نور عيني، يا حبة قلبي. الله الله الله، ايه ده كله؟ طيب مين بقى اللي بيعيط دلوقتي؟ هي؟ لا انا. معقول برضه تعيطي؟ انا نفسي هطقم الغيظ من المغفل ده. نسمع بقى بقية التسجيل. فهيمة، ايه رأيك بقى يا حياتي؟ امنت اني بحبك؟ انت متجوز، وايه يعني؟ ويهمك ايه من مراتي؟ انا بحبك انت افهميني. ايه رأيك بقى يا حمدي؟ لكن فهيمة دي تبقى مين؟ الخدامة يا اخي، هيكون من غيرها. لكن صوتها كان غريب شوية. ده صوته هو. ازاي؟ مش فاهم. اصله بيتكلم وهو نايم. لسه ما فهمتش؟ ايوه ابتديت افهم. هو بيتكلم وهو نايم وانت بتسجلي له كلامه. طبعا، لو كنت مطرحي مش كنت تعمل كده. كنت خنقته. يبقى انا ليا حق لما اقولك اني مش عايزه اعيش معاه. طيب نسمع بقى الحلقة التانية. انا نفسي بس تبقى جد شويه يا حمدي. ومين قالك ان انا مش جد؟ لكن بس حكاية الخدامة دي مش عجباني. انت سجلتي لها هي حاجة كمان؟ لا. طيب مش صح بقى تسجلي لها كمان اعترافها؟ تفتكر هتعترف؟ المسألة متوقفة على اسلوبك معاها. حاولي معاها عشان نتنور. بكره هنعمل جلسه، تبقى تجيب بابا معاك وانت جاي. طبعا مش ممكن اتأخر عن اجتماع زي ده. ارجوك يا حمدي، ارجوك تاخد المسألة جد. وحياتك عندي يا سرايا انا جد. دي الحكاية بقت فيها حلقات. تعالي يا فهيمة. نعم يا ستي. بقى اسمعي. نعم. اي كلمة كذب بموتي، كل حاجة عاوزة اعرفها، فاهمة؟ لا يا ستي مش فاهمة. هتستعبطي. انت فاهمة انا مش عارفة؟ عارفة ايه يا ستي؟ اللي بتعمليه. اذا كنت فاكرة اني مش واخدة بالي تبقي غلطانة. انت عارفة ان ستك مفتحة ومش مغفلة. عشان ايه يا ستي؟ صارحيني بكل حاجة. من امتى العلاقة اللي بينكم؟ قصدك ايه يا ستي؟ انت